يهدي من يشاء إلى سواء السبيل وهو حسبنا جميعا ونعم الوكيل. الله حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل وهو حسبنا جميعا ونعم الوكيل. الله حسبنا ونعم الوكيل. الله حسبنا ونعم الوكيل. الله حسبنا ونعم الوكيل. نحمده جميعا على كل حال سوى الكفر والضلال، وهو المنزه عن الشبيه والمثال. فيا من تلهث ولا هم لك إلا جمع المال، والله لن ينفعك مالك إلا إذا اتخذته من الحلال. واعلم علم اليقين بأن الرازق هو الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. فلله ما أخذ، فلله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قيل للإمام الجنيد إنك ستموت، قيل للإمام الجنيد إنك ستموت، قال إن مت إلى أين أنا ذاهب؟ قالوا إلى الله. فقال وكيف أحزن وأنا ذاهب إلى الذي يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حبيب المساكين، هو حبيب المساكين، أبو الفقراء البائسين، رجل بعث الأمل إلى قلوب اليائسين، أمي علم المتعلمين، يتيم قاد سفينة العالم الحائرة من خضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. سيدي يا رسول الله، يا من جعلت من العبيد سادة، يا من جعلت من المستضعفين أساتذة وقادة، يا من جعلت من عباد الحجر قادة للبشر، يا من جعلت من رعاة الغنم زعماء للأمم. اسمع، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله في كل لحظة، لقد ماتت الأسماء إلا محمدا، لقد ماتت الأسماء إلا محمدا، لقد ماتت الأسماء إلا محمدا. إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، والله خير شاهدا. يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، والله خير شاهدا، والله خير شاهدا. يا رب صل، يا رب صل، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا، أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا، إني أحب محمدا، إني أحب محمدا. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد
صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل موحد، في قلب كل موحد، في قلب كل موحد ذاق المقام الأحمدي، ذاق المقام الأحمدي. فبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا. صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ألتقي بكم الليلة إلى كل من يشاهدنا الليلة عبر أي شبكة عنكبوتية أو عبر قناة المديح الفضائية. نحن الليلة على موعد ولقاء منها هنا من قرية العصايد بمدينة ديرب نجم شرقية إلى كل من يشاهدنا الليلة. اسمع أقول، يلي فقدت أمك سد عنك باب من أبواب الجنة. يا من فقدت أمك على الأم. كل يعلم علم اليقين أن سيدنا رسول الله نزل من بطن أمه يتيما، فكان يتم النبي تشريف لكل يتيم على وجه الأرض. وكلنا عارفين بدون استثناء، عندنا مثل في الشرقية والشعب كله يعرفه، يقول لك اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه. فما ظنكم باليتيم؟ انت بتطبطب عليه يوم واثنين وثلاثة وبعد كده كل الأبواب تغلق في وجهه. يمشي اليتيم وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما يتيما ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بطن أمه، اسمع، ساجدا بين يدي الله. تقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف مولدة سيدنا رسول الله، نزل النبي من بطن أمه ساجدا بين يدي الله. عم الحج اللي سمعني، أم الحج اللي سمعاني، حينما بلغ سيدنا رسول الله 6 سنوات، 6 سنوات، جاء إلى أمه وقال: أماه كل أبناء مكة يقولون أبي أبي، أين أبي يا أماه كل أبناء مكة يقولون أبي أبي، أين أبي يا أماه؟ فتأخذ أم النبي سيدنا النبي إلى هنالك حيث قبر أبيه، ويقف النبي على قبر أبيه باكيا، وما هي إلا لحظات، وترجع أم النبي مع سيدنا النبي، وفي منطقة بالتحديد تسمى الأبواء بينها وبين مدينة سيدنا النبي 150 كيلومتر، تقع أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث الموت، ابن 6 سنوات. فينظر النبي إلى أمه باكيا قائلا: أماه لا تتركيني وحدي يا أماه، لا تتركيني وحدي يا أماه. فتنظر أم النبي إلى سيدنا النبي وتقول له: حبيبي يا محمد، لا تخف حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، لقد حملتك طهرا حبيبي يا محمد، ووضعتك طهرا حبيبي يا محمد، فإن مات جسدي فإن ذكري بك باق يا ولدي، فإن مات جسدي فإن ذكري بك باق يا ولدي. علموا أبناءكم شمائل سيدنا رسول الله، علموا أبناءكم أخلاق سيدنا رسول الله،
علموا أبناءكم التربية السليمة، لأن التربية السليمة أمانة، أمانة وستسألون عنها يوم القيامة. يا كل اتنين اخوات سمعني ما بتكلموش بعض ليه؟ يا كل اتنين ولاد عمي سمعني بتجيبوا سيرة بعض ليه؟ يا كل اتنين كبار في عيلة مختلفين خليتوا للصغيرين ايه؟ حبيبي يا اللي سمعني ابوس ايديك، عيب لما يكون راجل عنده 55 سنة، عيب لما يكون عندك 60 سنة وعامل مشاكل في العيلة بتاعتك. علموا ابناءكم حب العائلة. 60 سنة يعني ايه؟ 70 سنة يعني ايه؟ علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اسمع، اعمار امتي فيما بين 60 الى 70. يا ابو 60 سنة فاضلك زلطة وتطلع بره، يا ابو 60 سنة انت بتلعب في الوقت الضايع، يا ابو 60 سنة الم يبيض شعرك، يا ابو 60 سنة الم ينحني ظهرك، يا ابو 60 سنة الم يضعف بصرك، يا ابو 60 سنة ابوس ايديك. يا كل اتنين اخوات سمعني اسمع مني قسما بالله العلي العظيم، حينما سئلنا عند سيدتنا حليمة السعدية مرضعة سيد البشرية، سيدنا النبي لما دخل بيت حليمة السعدية كان معاه 4 برضعوا. اسمع اسمع، أنيسة أخت النبي من الرضاع، الشيماء أخت النبي من الرضاع، عبد الله أخو النبي من الرضاع. سيدنا النبي ما تصلي عليه، ال4 اللي برضعوا اهو اسمع وخلي بالك. أنيسة أخت النبي من الرضاع، الشيماء أخت النبي من الرضاع. أنيسة والشيماء بلغة شعب الشرقية، وكل من يشاهدنا الليلة عبر قناة المديح الفضائية انفطموا خلاص، هدت الرد سنة انفطموا خلاص. طب مين اللي بيرضع مع سيدنا النبي؟ واحد اسمه عبد الله. تعالوا نسأل ستنا حليمة السعدية ابن سنة سيدنا النبي لما كان بيرضع كان بيعمل ايه؟ تقول كان النبي محمد ما كان يرضع حتى يرضع أخاه، وما كان يشبع حتى يشبع أخاه. وانت واقف لاخوك ابن امك وابوك علشان متري عمله في البلكونة، وانت واقف لاخوك ابن امك وابوك وحاطط كاميرات المراقبة وعمال تتصنت عليه اكن اخوك جاي من دولة اسرائيل. ابوس ايديكوا يا كل اتنين سمعني بتصلوا في الصف الاولاني وماسك السبحة 99 حباية بتصلي في الصف الاول، ما بتكلمش ابن خالتك ليه؟ بتصلي في الصف الاول وقلل ادبك على جيرانك ليه؟ بتصلي في الصف الاول وقلل ادبك على نسايبك ليه؟ بتصلي في الصف الاول وبتعلي صوتك على اولاد عيلتك ليه؟ قال سيدنا رسول الله اسمع، قاطع الرحم قاطع الرحم قاطع الرحم. يا كل الشباب اللي سمعني فكر كده بينك وبين نفسك، اخر مرة جبرت بخاطر اختك امتى؟ يا كل واحد سمعني فكر كده بينك وبين نفسك، اخر مرة جبرت بخاطر اختك امتى؟ انما لو سألت اخر مرة كسرت بخاطر اخوك هتقول لي امبارح، اخر مرة كسرت بخاطر جارك هتقول لي امبارح. ابوس ايديكم علموا ابناءكم التربية السليمة، لان التربية السليمة امانة، امانة وستسألون عنها يوم القيامة، وستسألون عنها يوم القيامة. اخويا ابن ام وابويا، ايوه اجيب لي ادبي على اخويا ابن ام وابويا؟ فين الكلام ده يا عم الشيخ؟ ده احنا صوتنا راح وقلنا للشعب المصري كله احفظوها احفظوها. احفظ ايه؟ اخي هو وصية امي وابي، اخي هو وصية امي وابي.
أخي أحن علي من بعد أمي وأبي، أخي أفديك بروحي ودمي، أخي أفديك بروحي ودمي، أخي يفهمني قبل ما أن أتكلم، أخي يشعر بألمي قبل ما أن أتألم، أخي يفهمني قبل ما أن أتكلم، أخي يشعر بألمي قبل ما أن أتألم، أخي كعيني ويدي، أخي كعيني ويدي إذا بكت عيني، إذا بكت عيني مسحت يدي دمعها، مسحت يدي دمعها، وإذا تألمت يدي، وإذا تألمت يدي، وإذا تألمت يدي بكت عيني لأجلها، فإياك إياك أن تفرط في أخيك ابن أمك وأبيك. أخويا لو بيحبني يسأل عني، أخويا لو بيحبني يحمل همي، أخويا لو بيحبني يغفر ذلالي، أخويا لو بيحبني يسد ديني، أخويا لو بيحبني يذكرني بربي، يذكرني بربي، يذكرني بربي، فإياك إياك أن تفرط في أخيك ابن أمك وأبيك. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي اللي سمعني، أنا أقولها لله. إن سألت الناس الطيبين دول الشغل الشاغل النهاردة داخل جمهورية مصر العربية، الكل يقول لك الدولار 37، الدولار 42، دولار 35، ذهب 2050، ذهب 2100. الكلام ده كله غلط. لازم يكون عندنا ثقة في الله. الثقة في الله تغير كل شيء. وأنا أقسم بالله العلي العظيم سأقص عليكم الآن قصة حاتم الأصم. ما عندوش زي مثل شعب كده، زي 30-40 جنيه في البيت، 30-40 دينار. البنت قالت له، بنته عنده من البنات 9، احفظ يا حج معايا، 9 بنات، عايز يطلع يحج بيت الله الحرام. البيت كله وقف ضده إلا بنت عندها 10 سنوات. قالت له اطلع حج بيت الله الحرام، اللي بيرزقنا الرزاق هو الله. طلع يحج بيت الله الحرام 3-4 أيام، الفلوس اللي في البيت خلصت. دايما اللي يصرف في البيت الراجل، اللي يصرف في البيت الراجل. ربنا لما حب يتكلم في القرآن قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اللي يصرف في البيت الراجل. الأم مسكت البنت قالت لها وكلينا وشربينا. عارفين اللي حصل؟ علشان البنت عندها ثقة في الله رب العالمين. لما البنت قالت يا رب، يقوم أمير الدولة يعدي فأصابه ظمأ شديد أمام بيت حاتم الأصم. عايز ايه؟ قال ائتوني ماء أشرب. جابوا له مية، فوضع الله اللذة في هذا الشراب. مية زي المية، بس سبحان من وضع اللذة في هذا الشراب. لما شرب المية، من أين أتيتموني بالماء؟ قالوا من بيت حاتم الأصم. قال حق علينا أن نكرمه. قالوا له مش موجود، ده بحج بيت الله الحرام. قال حق علينا أن نكرم آل بيته في غيابه. انت متخيل الأمير يعمل ايه؟ يضرب ايده في جيبه، اسمع، ويقول لكل اللي حواليه، ضرب ايده في جيبه وطلع سرة فيها دينار، 1000 دينار من الذهب، ورماها في بيت حاتم الأصم. وقال لكل جنوده على كل جندي أحبني أن يفعل كما فعلت. كل الجنود طلعوا ورموا الفلوس. أصبح بيت حاتم الأصم من أكبر الثراء
نعيم الفاحش. خلي بالك من اللي جايه دي، ست عماله تزغرط ومبسوطه وفرحانه، والبنت المسكينه غضبانه وزعلانه. صرخت الام بتقول لها انت زعلانه ليه؟ قالت اماه نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الله الينا؟ نظر الينا مخلوق نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الله الينا؟ وصيتي علموا ابناءكم حب العائله، علموا ابناءكم حب العائله. امك لو قالت لك ما تكلمش خالك ما تسمعش كلام امك في الحته دي. ابوك لو قال لك ما تكلمش عمك ما تسمعش كلام ابوك في الحته دي. تاني، امك لو قالت لك ما تكلمش خالك ما تسمعش كلام امك في الحته دي. ابوك لو قال لك ما تكلمش عمك ما تسمعش كلام عمك، ما تسمعش كلام ابوك في الحته دي. علموا ابناءكم بان الجد والجده قطعه من القلب، علموا ابناءكم بان الام والاب نور من العين، علموا ابناءكم بان العم اب، علموا ابناءكم بان العمه قلب حاني، علموا ابناءكم بان الخال عز وسند، علموا ابناءكم بان الخاله ام بعد الام، علموا ابناءكم بان الاخ لحم ودم، علموا ابناءكم بان الاخت ضلع ورحم، علموا ابناءكم شمائل سيدنا رسول الله. وانا حبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لن انسى يوم ان جاء رجل اعرابي الى سيدنا الحبيب النبي وقال يا محمد لن اؤمن لك حتى تؤمن لك هذه الشجرة. فاذ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول للشجرة تعالي الي ايتها الشجرة، فاذ بالشجرة قد مالت الى اليمين تقتلع جذور الشمال، واذ بالشجرة قد مالت الى الشمال تقتلع جذور اليمين، واذ بالشجرة قد مالت الى الامام تقتلع جذور الوراء، واذ بالشجرة قد مالت الى الوراء تقتلع جذور الامام، ثم اجتثت من الارض ثم جاءت صوب سيدنا رسول الله قائلة السلام عليك يا رسول الله، اشهد انك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وصيتي احبوا بعضكم بعضا، وصيتي راعوا مشاعر بعضكم بعضا، كفانا حقدا وحسدا. النهارده كل الناس عاوزه تنزل من قدر بعضها، كل الناس كل واحد يدور على عيوب التاني ويمسك فيها. تعال النهارده لما تقول لواحد ايه رايك في الاستاذ الدكتور المهندس انت مش عاوز تسمع، لكن لما يقول لك ده انسان ده خسيس انت تقول له وكمل لك كمان. بنفرح في مصايب بعض وبنحقد على بعض. ابوس ايديكم علموا ابناءكم الجيل اللي طالع، علموا ابناءكم شمائل سيدنا رسول الله. كفانا حقدا وحسدا وكراهية. انا رزقي معروف وانا في بطن امي، وانت رزقك معروف وانت في بطن امك. كفانا كلام. حبيبي اللي سمعني كلمة ليتها تترجم الى جميع لغات العالم: ان لم تنفع اخاك بمالك فكف عنه لسانك، ان لم تنفع اخاك بمالك فكف عنه لسانك، ان لم تنفع اخاك بمالك فكف عنه لسانك. انزعوا الحقد والكراهية من صدوركم، انزعوا الحقد والكراهية من قلوبكم، افشوا السلام بينكم وبين اصحابكم. اقول لقرية العصايد بالاجماع لان الامة المتوفاة تعزى فيها البلدة كلها. اقول لكم وبشر الصابرين. واقول لامنا رحمة الله على امنا: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن يتغمد أمنا المتوفى بواسع رحمته. اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، وإن كانت محسنة فزد في حسناتها. جاء في القبر عن جنبيها، جاء في القبر عن جنبيها. كن معها ولا تكن عليها، كن معها ولا تكن عليها. شفع فيها القرآن، شفع فيها رمضان، شفع فيها الصيام، شفع فيها صلة الأرحام، شفع فيها سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها. اغفر لها، اغفر لها، اغفر لها ولنا ولسائر المسلمين. عباد الله، شاكرا لكم حسن استماعكم. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.